لاحظوا اخواني، هذا المكان بيه برتقالتين، واحدة واقعة وواحدة بعدها مشلبة. شوفوا راح نقص الكأس مال الواقعة. لاحظوا بصفه هذا المكان، هذا هم كان بيه ورقة، وقعت الورقة لانه راح تنتفخ، دا تتحضر للتزهير. لاحظوا هاي واحدة اللخة. بينما باعوا ذن الكؤوس اليابسة، انا متأكد هنا الثمرة واقعة يجوز بشهر التاسع او العاشر او حتى 11 ويبس الكأس. بعد شهرين ثلاثة اذا عفناه الياباس ينزل اللي هنا. فهاي القداح اللي طقت بشهر الثالث بالرابع ما نلقاها، توقع هي والورقة، ويبدي الياباس يرجع لي ورا. بالضبط نفس هذا الياباس اللي يشوفوه قدامكم، ونفس هذا كذلك. لذلك هذا الياباس لازم تقصوه وتقصون شوية من الاخضر فيصير عندكم بهذا الشكل. وبالختام اخواني، يفضل لما تقطفون الثمار تقصون الكؤوس على مود لا يصير عندكم هلاكات بالاغصان الزهريه والثمريه ويقل نسبيا الانتاج عندكم. اذا عجبكم الفيديو خلي لايك ومتابعه. تحياتكم جميعا، اخوكم علي شيباني.